بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. في درس اليوم من شرح موطأ الإمام مالك نلتقي مع باب العمل في التيمم، رقم الدرس 31، ونلتقي ونشرح الحديث رقم 119 وما بعده. نركز على الحديث 119 بعدما شرحنا في اللقاء السابق مدخل إلى موضوع التيمم من خلال الحديث رقم 118. باب العمل في التيمم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو عبد الله بن عمر من الجرف. الجرف هذا موضع على بعد تقريبا 3 أميال من المدينة المنورة، حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله، يعني يقصد عبد الله بن عمر، فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. باب العمل في التيمم، هذا هو عنوان هذا الحديث. فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. واش نفهموا من هذا الحديث؟ نفهموا ما هو المطلوب في التيمم، ما هو العمل المطلوب في التيمم. يمد نشرح الدرس عدان نناد اقتضت حكمة الله عز وجل أنه يخدم الوضوء أصل والتيمم بدل. مسفهم؟ الوضوء أصل طهارة المائية، والتيمم بدل اسمه الطهارة الترابية. نبيد بعض النصوص منها قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: وما جعل عليكم في الدين من حرج. المقصود المعنى الإجمالي للآية بالله ربي سبحانه وغي جعل ذي الدين نغ الحرج، يكسغ الحرج ذي الدين يميغ ديننا ظلف أنزال سوا شو سلما، يعني الوضوء نسمي مفتاح الصلاة كما شرحنا في الآيتين، الآية الخامسة والآية السادسة من سورة المائدة. يعني ذي يغبد من الوضوء، إما إلا يسعى العذر إذا كان من أصحاب الأعذار، يسعى الحق أذ يروح إلى البدل. ذا شو ذا البدل؟ ذا التيمم، أي غير رفعا للحرج. وهذه من مقاصد، يعني من أسس الدين الإسلامي، رفع الحرج، التيسير ورفع الحرج. وقي عنوان التيسير ورفع الحرج. الأدلة كثيرة، منها الآية اللي سمعتها الآن، هي في سورة الحج، آخر آية في سورة الحج، الآية رقم 78: وما جعل عليكم في الدين من حرج. الآية 28 من سورة النساء، ربي يناد: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الآية 185 من سورة البقرة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما يسعى الاختيار، يرسل الأمور أذ يختار أي نفسوسا أي لن ميسر صافي. وذا الحديث يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. يميكش كاع سن الصحابة اليمن يسن يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. ما تجمع ذاك الأحد الآيات والأحاديث، عطاس الله يبارك، عطاس يقلان أثي تجمع ذيك هاد السفرة ذي كونكليزيون سنتاز خلاصة مفادها التيسير ورفع الحرج. وهذا المبدأ ماهوش غير في العبادات، حتى في المعاملات، بل في المعاملات أكثر. لذلك جاءت القاعدة الذهبية في الفقه: الأصل في العبادة الحظر أو الحرمة إلا بنص، والأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص. ثقي قاعدة ذهبية.
ما معنى هذه القاعدة؟ يعني في مجال العبادات حرام واحد يعبد ربي إلا بما شرع الله. وريز زميرارا بنادم أدي سنلفو العبادة تجدد. هل ترى ممكن حنايا درك نجتمعوا نديروا يلا نخترعوا كاش عبادة جديدة؟ ما عندناش الحق. علاه؟ خاطر الأصل في العبادة الحظر. الحظر معناه المنع، معناه الحرمة، إلا بنص. صافي لا نعبد الله إلا بما شرع. هي القاعدة، الجزء الأول من القاعدة. الجزء الثاني: والأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص. ما كاينش قاعدة ذهبية كما هذه في الدنيا في جميع تشريعات العالم كما هذه. على المعاملات نحتاج فيها إلى تيسير. خدموش حبيت في المعاملات، ديروا شركة أرل صار، شركة تضامن، شركة المساهمة، شركة كذا، ديروا عقود براحتك، عقد إلكتروني، عقود إلكترونية. الآن كاين عقود يجتمعوا الناس في دول. الفقهاء يقول لك من شروط العقد اتحاد مجلس العقد. شغل انتوما في ثلاثة ديروا ان كونطرا هنا مجلس العقد، هذا هو الشرط. ولكن درك الآن يجوز في المعاملات واحد في دولة والآخر في دولة بيناتكم آلاف الكيلومترات تديروا عقد عادي، وعقد صحيح يرتب آثاره إلى آخره. إذن العقود، لذلك ربي قال وأحل الله البيع كل البيوع كلها دير كيما حبيت. وبعدين كاين العقود المباحة كثيرة جدا. ما معنى هذا؟ هذا تطبيق لهذه القاعدة، وهي الأصل في المعاملة الإباحة إلا بنص. لماذا المعاملات فيها يسر وتيسير وتسهيل؟ لماذا؟ تحقيقا للمبدأ المذكور، التيسير ورفع الحرج. إذن في المعاملات سمعت الآيات وسمعت الأحاديث. وفي الحديث رقم 118 شرحنا واش قال النبي عليه الصلاة والسلام، سمعت كاع تفاصيل الحديث رقم 118 كما راه موجود في موطأ الإمام مالك رضي الله عنه. ثورة ذي الحديث رقم 119 إذن يروي عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر كي نقول لكم عبد الله بن عمر معناه وليد عمر بن الخطاب. كي نقول لكم عبد الله بن عمرو معناه عمرو بن العاص. هذا هو الفرق بينهما، وكلاهما من العبادلة، مجموعة اسم العبادلة. عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن مسعود، وكذا قرن اسمنا العبادلة. يقول لك مثلا الحديث رواه العبادلة معناه كذا، يعني اسم العبادلة الجماعة. لذلك عبد الله بن عمر وكان من أشد الصحابة تتبعا للأثر كما ثبت في سيرته. بمعنى عبد الله بن عمر يتبع مليح الأثر النبي صلى الله عليه وسلم، كي يخدم هذا يخدم. لذلك نغاوند ميم إذا كان يمشي ولقى شجرة يقول الصحابة في طريقه، يقول للرسول فات منا أدروات ولا أقوش، حاجة استندطة يعني حاجة بسيطة جدا، هي فات أدروات ولا أقوش، أين الإشكال؟ ولكن كان يعني متتبع الأثر. لذلك إنك فتيمم صعيدا طيبا، جاء في الحديث ما جاء في القرآن. ربي قال فتيمموا صعيدا طيبا، كل ما على وجه الأرض يسمى صعيد. الرمل، التراب، الحجر، المعادن في أصلها، كل شيء هذا، كل ما كان على وجه الأرض طبيعيا، كل ما كان طبيعيا قبل ما تدخلوا الصنعة نتاع الإنسان يعتبر في حكم الصعيد وتجري عليه الأحكام نفسها. بمعنى بقي الصعيد الطيب بنادى ربي سبحانه فتيمموا صعيدا طيبا. اتفقنا. إذن عبد الله بن عمر هكذا فعل، فتيمم صعيدا طيبا. أكيد يسأل الحديث هم بعد عنوان باب العمل في التيمم، يعني كيفية التيمم، هذا هو المقصود.
درسني عدل مشروعية التيمم السقي العمل زوج حوايج سهلة مهلة. فمسح وجهه، دار هكذا في زوج يديه وبعدين مسح وجهه ويديه إلى المرفقين. المرفقين هنا إلى هنا، اتفقنا؟ طيب الآن ندخل في بعض التفاصيل. نبدأ معليش نروحوا للحديث 120 وبعدين نجيبوا التفاصيل الفقهية بعد ذلك. الحديث رقم 120: وحدثني عن مالك عن نافع. شوف يعني باش تعرفوا الإمام مالك بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم رجلان. نقول لك مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، زوج صحابة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول لكم هكذا باش كي تعرفوا باللي في الجزائر المرجعية الدينية الوطنية في الفقه مبنية على فقه الإمام مالك، بمعنى معظم الشعب الجزائري يعمل بفقه الإمام مالك، بمعنى الإمام مالك هو إمام دار الهجرة، ولد في المدينة وعاش في المدينة ودرس في المدينة ودرس في المدينة وأفتى في المدينة، لا يفتى ومالك في المدينة، ومات في المدينة ودفن في المدينة. هذا كل إمام دار الهجرة. أذكركم سادتي بما قاله المؤرخ العالم العلامة ابن خلدون في كتابه واش كي كيتحلى يتكلم على طرق خدمة ميراث النبوة، خدمة الحديث. تحدث عن طريقة أهل الشام، تحدث عن طريقة أهل الحجاز وأهل الكوفة وأهل البصرة وهكذا، وبعدين صنف الطريقة الحجازية رقم 1. قال: وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف. شكون هو؟ عالم المدينة الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. إذن الإمام مالك هذا حاجة كبيرة. علاش نقول لكم هكذا؟ خاطر ممكن واحد من الشباب يجي يقول لك أنا يا خاطيني هذا المالك نروح ديريكت القرآن والسنة. يا ولدي وش بيك؟ ما بك؟ عقلك وراه؟ صافي الإمام مالك ما راش يعتمد القرآن والسنة ولا؟ راك قلت كلام جبل يا والله، غير واحد يرفد جبل على ظهره هذا أخف من هذا الكلام. اللي يعرف قيمة الكلام الكلمة مسؤولية. هو إمام دار الهجرة، هو الإمام مالك ذا مسنوى من القرآن، ذا علم من القرآن. نتسا نيغ ديارة ساكو ذن في ستوريس سين يرقز. أما كيكيني عن مالك عن نافع. نافع هذا اللي هو أستاذ الإمام مالك في القرآن، والإمام مالك هو أستاذ الإمام نافع في الفقه والحديث. ما عادي. شوف لا ترونسبارونس، شوف لا موديستي، شوف التواضع. الإمام مالك هو أستاذ الإمام نافع في الفقه والحديث، والإمام نافع هو أستاذ الإمام مالك في القرآن، يعلمه القرآن كيف يقرأ إلى آخره. بعد نافع تلقى ابن عمر اللي هو الصحابي ولد عمر بن الخطاب. إذن هذا هو الإمام مالك، يعني باش الإنسان يعرف واش راه. لذلك حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر مباشرة على طول بلا سورس من المصدر كان يتيمم إلى المرفقين. يعني نافع يحكوا في عبد الله بن عمر إليه كي يتيمم إلى المرفقين. المرفقين يعني السيقاذة إلى هنا. المرفقين ديجا في اللغة العربية تسمى المرفق، يتكى عليها صح. درك أنا واش درت؟ أنا الآن نتكيت على المرفق نتاعي، نتكى هك، هذا المرفق يسمى المرفق. أرتفقه أي أتكئ عليه، نتكى عليه، سي بور سا هذا اسمه المرفق. وفي القانون في الفقه والقانون كاين ما يسمى بحقوق الارتفاق. ما معنى حقوق الارتفاق؟ طريق حقوق الارتفاق ولا لا؟
درك حنايا حبينا نديروا طريق، ما يجيش واحد منكم يقطع الطريق يقول ما تفوتوش في ارضي كما يدير بعض الناس. يا اخي عندنا شفتوا الفقه يعلمنا ميم السيفيزم، تربيه. يعني طريق فات كاع في الاراضي نتاعكم، كي جي انا وياك نحبسوه، انا وياك انا وياك، قال ما تفوتوش طريق هكذا. فغنانت هذه حضاره الماء. ولا جات الغاز ما كانش الغاز ما يفوتش، الماء ما يفوتش. على اخويا في قال سميت حقوق الارتفاق، معناتها موجوده في القانون، موجوده في الفقه الاسلامي، موجوده في الشريعه، لان بها تتيسر امورنا. والا سيدي زوبستاك ما كانش اللي يفوت. انا وياك كي نخرجوا من دارنا يا اخي نفوتوا كاع على ارض الناس ولا نطيروا، تقول بايلك هكذا نقول لك نروحوا لديره البايلك، مي فتنا على اراضي نتاع الناس. لذلك لازم يكون عندنا هذا السيفيزم. لذلك بيني وبينكم ما نخبيش عليكم، كي نفوت هنا في تيزي وزو ولا في اي مكان، يعني في المدن ماشي غير في تيزي وزو، في العاصمه، في تيزي وزو، في بليده، في وهران، وين حبيت، وين يكون واحد ما فهمش هذه الامور يغلق، عنده ارض يبني اكزاكت تروطوار فيه واحد 10 سنتيم ولا، فهمتوا كيف يعني؟ لماذا؟ القضيه هنا وفي القلب. هذا امر محزن. وكان ضرب اماكن كي تكون جنائز كاش ما تقدروا ديروا ما تفوتش على بعد 15 كيلومتر لي فواتور حابسين، ما تقدرش تفوت. يا ربي تفوت برجليك انت، معنا اجدادنا خير منا. لا فريد الزيله، فريد تعفكا، يعني تعفكا، فريد وضار، فريد المال، فريد يعني عندهم سيفيزم خير منا. سمحوا لي على كل حال البارونتاز هذه مهمه، لانه احنا قلنا لكم اخواني الكرام نتعلم من موطا الامام مالك، نتعلم الحديث والفقه والادب ونديروا اسقاطات على واقعنا. اذا المرفق، نعود الان الى الموضوع. اذا واش يقول الحديث؟ يقول عبد الله بن عمر كان يتيمم الى المرفقين، الى الغايه، الى تفيد الغايه، الى غايه المرفقين. وسئل مالك كيف التيمم واين يبلغ به؟ سؤال مباشر. وين؟ واش قال؟ فقال يضرب ضربه للوجه، معنى يدير هكذا الضربه الاولى يمسح بها الوجه، يبدا من المقدمه تاع الوجه الفوق الاعلى ثم ينزل. وضربه لليدين، الضربه الثانيه لليدين. ويمسحهما الى المرفقين. اذن الامام مالك اجاب حسب الحديث الذي بلغه، الذي وصله الى غايه عن نافع عن عبد الله بن عمر، لذلك افتى طبقا للحديث الذي وصله. لذلك الامام مالك قال الى المرفقين. والمسح الى المرفقين السنه، ولكن الى الكوعين، الى الكوع هنا هذه فرض سنشرحها بعد حين. صافي التيمم ممكن تشوف هذا الاخ يتيمم حتى لهنا، دير برك هكذا، وانت حتى لهنا، انت صحيح انت صحيح، هذا ما كان. انت اتيت بالفرض وانت اتيت بالفرض والسنه، وكلاهما كما صحيح. لذلك الان في حكمه بالغه. الوضوء شحال تتوضا؟ تغسل يديك وبعدين الفم وبعدين الانف وبعدين الوجه وبعدين اليد حتى اليمنى منها حتى المرفق، وبعدين اليسرى، وبعدين مسح الراس، وبعدين الاذنين، وبعدين الرجل اليمنى، وبعدين الرجل اليسرى. فيها خدمه طبعا مليحه بلا شك، ولكن في التيمم زوج. شو برك كل شيء سهل، شفتوا هي اليسر. وبعدين اللي تيمم واللي توضا كيف اكيد قلت لكم في الدرس اللي فات مثلا الامام ماذا بك يكون بالوضوء، خاطر الامام مقامه عالي، اسمه الامام. والنبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث الصحيح انما جعل الامام ليؤتم به. الامام راه القدام،
صافي ماذا بك هو يكون بالوضوء، حنا معليش يكونوا منا 10 20 30 بالتيمم طبعا لاصحاب الاعذار. ولكن اذا كان الامام عنده عذر وتيمم عادي يتيمم قدامنا ويصلي بنا الصلاه الصحيحه نورمال، هو بالتيمم وحنا بالوضوء ويصلي بنا عادي، ما كاين حتى مشكل. وهذا اشرنا اليه في مقطع من مقاطع الحديث السابق رقم 118. اتفقنا المسفى ما كيف مثلا يعني هو لما الى الامام يتيمم يكون يصلي الوضوء يجوز يلها، اما ذا بك انت الوضوء يكون غاس مثلا ستيمم معليش خاطر يسمس المامومون، ولكن ما الا يظن تستيمم يجوز ولاش في ذلك حرج. ثورة يعني ذكرت حديثين 119 120. ثورة نحاول نديروا خلاصة فقهية عن موضوع التيمم بشكل مفصل. أبدأ بأسباب التيمم باختصار. أسباب التيمم السبب الأول فقدان الماء. السبب الأول واش يديك تيمم كي ما كاينش الماء؟ علاش يقول لك إذا حضر الماء بطل التيمم. الماء أصل والتيمم بدل، نعمل بالأصل ولا نلجأ إلى البدل إلا عند فقدان الأصل. سي لوجيك أمر منطقي تماما. لذلك ربي يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، سورة النساء الآية 43. ربي فلم تجدوا ماء يعني إلا ما لقيتوش الماء ما كانش الماء واش دير؟ ما تصليش؟ لا تيمم. فتيمم قال لك فلم تجدوا ماء جوست ابري واش قال؟ فتيمموا صعيدا طيبا، واستخدم حرف الفاء. وقلنا لكم أن الفاء تفيد الفورية مع الترتيب، فاء أداة عطف تفيد الترتيب مع الفورية. وثف مرمان يلا التيمم هذا بقي المعنى مباشرة. فالآية 43 سورة النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، بعد فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية 43 من سورة النساء. ولكن داك يسمحوا لي في الحديث رقم 727 مادام الموضوع نفسه، الإمام مالك سئل الإمام مالك عن المرأة الحائض. سئل عن الحائض يعني المرأة اللي يكون عندها العادة الشهرية نتاعها، المرأة وبعدين تطهر فلم تجد ماء. ممكن المرأة عندها العادة 5 أيام ولا 3 أيام ولا 7 أيام ولا واش عندها، وبعدين حبس عليها الدم يعني توقف دم الحيض. المفروض هنا تروح تغتسل بالماء وهي طاهرة وما كانش الماء، واش تدير؟ تخليه يدخل ما نصليش حتى نلقى الماء وندوش لا تتيمم عادي. واش قال الإمام مالك؟ سئل هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم يعني تتيمم. وبعدين قال فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم. وقال المرأة اللي عندها حيض وبعدين انقطع عنها الحيض وبعدين ما لقاتش الماء كيما هي كيما الراجل اللي يكون بالجنابة وما عندوش الماء ما لقاش الماء يتيمم ويصلي ولو كان سنوات إذا كان ما لقاش. طبعا احنا على بالنا بلي لا يمكن ذلك، ولكن يؤدي صلاته والسلام. لذلك حتى في الحديث رقم 119 لماذا عبد الله بن عمر تيمم فصلى؟ لماذا؟ تحصيلا للوقت قبل فوات الوقت باش ما تفوتوش وقت الصلاة. درك انت لقيت روحك الماء ما كاش وكذا وخايف الصلاة تروح عليك واش دير؟ تيمم وصلي والسلام عليكم وعليكم السلام عادي. بالعكس قلت لكم المرة اللي فات ميم إذا كان انت ما لقيتش الماء حنا على بالنا راك تحوس على الماء، استنيت ما لقيتش الماء بديت تصلي وبعدين لقينا الماء، حنا جبنا لك الماء لقيناك دخلت في الصلاة ما تقطعش صلاتك ليس كذلك. وهذا شرحناه المرة اللي فاتت. لا تقطع صلاتك لا تبطلوا أعمالكم. ثانيا إنك دخلت في الصلاة
بوجه مشروع. دخلت في الصلاة بوجه مشروع، الوجه المشروع قد يكون ماء قد يكون تيمما. إذن كيف وقلت لكم واش قال الإمام مالك المرة اللي فاتت، معناتها ما يجيش واحد يقول لك أنا متوضي يعني يسمى شغل، لا صافي زعما أنت قال لك كيف هذه طهارة، هذه طهارة مائية، هذه طهارة ترابية. إنما وين يكون الضرر في الخشوع. واش قال ربي؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قضية الخشوع حاجة أخرى، ها يقدر واحد يشوف روحه، أحيانا تلقى روحك خاشع الله، أحيانا ربي يستر. لذلك كاين كي من الوسط تقول استغفر الله، على الأقل نرقعوا واش يعني صدر منا من نقص هكذا. إذن وسئل مالك عن الحائض تطهر فلم تجد ماء هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم. هذا الجزء من الحديث، الجزء الأخير من الحديث رقم 127 في الموطأ. طيب إذن قلنا أسباب التيمم، السبب الأول فقدان الماء حقيقة أو حكما، بمعنى والآية واضحة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يلي ما لقاش الماء يروح فهو من أصحاب الأعذار، يروح يتيمم ويصلي وما يعول صلاته صحيحة. شوف كيفاش ختم ربي إن الله كان عفوا غفورا في نهاية الآية 43 من سورة النساء. عفوا إن الله كان عفوا غفورا. سبحان الله، بعض الناس يعتقد بأنه لو كان يتيمم كي شغل صلاته أبيبري، شغل أبيبري دخلوا سي بور سا لازم ينحى أبيبري نورمال صلاته صحيحة وما يخليش الوسواس يدخل فيه ويشككه في عبادته. لذلك من أقوى علاج للوسوسة هي الفقه. أقوى علاج للوسوسة هو الفقه. إذا كان واحد عنده فقه يقول بلي هذا ما نتوسوس، أليس كذلك؟ السبب الثاني عدم القدرة على استعمال الماء حقيقة أو حكما، إما لعجز أو لكونك مربوطا أو لإكراه، عاجز، عدم القدرة. قلنا المرة اللي فات كي يكون عدم القدرة دائما تكون فافورابل مباشرة. نقول لكم الصلاة لازم بالقيام، القيام ركن في حق القادر عليه. ربي قال أقيموا الصلاة في سورة البقرة الآية 110، أقيموا الصلاة معناه نصلي الصلاة قياما، نصلي واقفين. اللي ما قدرش يصلي فوق الكرسي يجوز، واللي ما قدرش فوق الكرسي يجوز على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر أو على ظهره مستلقيا على ظهره، صلي وفقط. علاش قلت هذا؟ لعدم القدرة. مادام ما كاينش هناك قدرة صافي دير كان هناك عجز، وكي يكون العجز اوتوماتيكمون كاين رخصة، كاين ان فافور على طول. دير في بالك منطقيا عجز تكون رخصة ان فافور، قدرة ارجع للاصل. اللي مريض مثلا ليرني ديسكال يصلي فوق الكرسي ولا فوق المطرح ولا كي يبرى ما يقولش درك نديرها كاع حياتي هكا. وتشوفوا بعض الناس مسكين ما يقدرش يسجد، ما يسجدش، لا يستطيع السجود. انا عامي باش نحمدوا ربي مادام رانا نوصلوا الجبهه تاعنا للارض، نحمدوا ربي ونشكروه. هذه نعمه كبيره. سقسي اللي ما راش يسجد يقول لك مسكين الايام يتعذب، يقول لك يا عجبا الناس قاعد تسجد وانا ما نقدرش. ولكن نورمال لانه لا يستطيع. ربي قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، الايه وما جعل عليكم في الدين من حرج، سمعتوها سورة الحج، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لذلك في الفقه كاين باب اسمه باب التخفيفات، كاين تخفيف الإبدال كترك الطهارة المائية لعدم القدرة أو لعدم وجود الماء، والانتقال إلى البدل الطهارة الترابية، وقي قاس تخفيف إبدال. كاين تخفيف تقديم،
مثل المسافر يصلي العصر مع الظهر، جمع تقديم قصرا يصليها. وقي قارنس تخفيف جمع وتقديم، وكاين تخفيف تأخير جمع وتأخير. ما تصليش الظهر في بلاصتو، روح لهيه حتى الربعة، 4:30، 5 تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، جمع تأخير. والمغرب العشاء أيضا كيف إما تصلي العشاء مع المغرب ولا تصلي المغرب مع العشاء أو في آخر وقت العشاء. هذه كاع سيدي فافور كامل. كاين تخفيف الإسقاط. تخفيف الإسقاط معناه كإسقاط القبلة عن الشخص بعد اجتهاده، بعد تحريها. يلا حنا نكونوا رايحين في واحد المكان في الصحراء ولا في كاش جبل هنا، سورتو مع الشتاء الضباب وكذا، وين نصلي؟ وراه القبلة، وراه نمشيو على بالناش واش نديرو، نصليو وين جات، فثم وجه الله. بارك الله فيك، فثم وجه الله. نتفكروا هذه الآية ونصليو. لا نعرف وين نصلي. أليس كذا؟ وقي قاس تخفيف الإسقاط معناه سقطت عنا القبلة. لخاطر احنا كيفاش نصليو القبلة. هل ترى ممكن نصليو هكذا؟ لا يجوز. نصليو القبلة، باسكو على بالنا القبلة راهي هاك، يعني الكعبة المشرفة. إذا كان راك برا في الخلا في الصحراء وكذا عادي. إذا كان راكم في الطيارة، راكبين الطيارة، قلت لكم ما تقولش الكوموندون أمسيو الكوموندون رجع هاكا شويه القبلة قسما نصلي 4 ركعات وبعدين نروح وين حويل. ما يقدر يدير، لا يستطيع أن يفعل ذلك لأنه ممنوع، عنده خط السير، مربوط بالساتيليت ومربوط بالرادار ولا صلي عادي، صلي في البيوس في الحافلة أيضا. ما توقفش الحافلة، ما تقدرش توقفها. تقول سيدي الشوفير حبس برك ندير هنا 4 ركعات، يقول كيف وين كاري في الطرود وانت تصلي، صلي وراك في الكرسي نتاعك صلي عادي. المهم نصلي برك. هذا ما كان معنى. هذه كلها رخص شرعية. الدين يسر، والله غير الدين يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولكن اسمحوا لي، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إذن هناك عزائم، نعم هناك رخص. ما يجيش واحد لازم مطلوب منه العزيمة يخلي العزيمة يروح للرخصة، لا، الرخصة تكون بمبرر، يكون هناك تبرير مسوغات شرعية. إذا المسوغ الثاني عدم القدرة على استعمالها حقيقة وحكما، إما لعجز ما تقدرش، كاين واحد مربوط مريض ونديكابي مش عارف إلى آخره ما يقدرش، أو إكراه أو مربوط ما يقدرش يتحرك. هذه كلها أسباب. سمعت الآيات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الآية 286 من سورة البقرة. وربي قال فاتقوا الله ما استطعتم. شوف سبحان الله، الآية دي وين جاية؟ في سورة التغابن، الآية رقم 16. شفاو عليها؟ قال فاتقوا الله ما استطعتم. وكاين الآية اللي تقول اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. تخاف ربي، حاولوا ماكسيموم تخاف ربي للطوب دي الطوب إذا قدرت. إلا ما قدرتش فاتقوا الله ما استطعتم. كاين دو نيفو، كاين لو نيفو عالي، مستوى الأعلى، كاين المستوى الأدنى، وانت تحرك بين المستويين. يا المهم تكون خوف ربي برك. اخي واحد كيظلمك تقول له خاف ربي ولا لا؟ يروح يكسر ويروح يحطم تقول له خاف ربي. الا ما خافش ربي على بالك يدير كلش صح. يجي يسرق، يجي ما سيبوس. الخوف ربي صمام امان، راس الامر كله. اتقاء تقوى الله. ذلك الامام علي رضي الله عنه، علي بن ابي طالب، قيل له ما التقوى يا امام؟ قال لهم 4 حوايج فيها. قالوا الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. حدث بول 4 5 شو الأردونونس 4. التقوى، ما التقوى يا إمام؟ قالوا التقوى الأولى الخوف من الجليل، يعني خاف ربي، الخوف من الله. 2 العمل بالتنزيل، التنزيل معنى القرآن والسنة. 3 القناعة بالقليل، اللي عنده القناعة اللي يخاف ربي يقتنع بالقليل، اللي ما يخافش ربي يولي المهم يدي
المهم يدي لا يهمه المصدر، أي ندير البحر حلال. والرابعة الاستعداد ليوم الرحيل، اللي خاف ربي على باله كاين الموت تنتظره، أليس كذلك؟ كل من عليها فان، صافي يخمل هذاك النهار، ولازم يدي الزاد كما قال ربي في سورة الكهف آخر آية 110: فمن كان يرجو لقاء ربه واش يدير؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن السبب الثالث الخوف من المرض، زيد، أو زيادة المرض، أو التأخر في الشفاء، أو الخوف حتى من ضرر البرد. وقيك دخلهم كاع في حاجة. السبب الثالث حلوين كامل. شكون اللي يقدر يتيمم؟ اللي يخاف من المرض هو يقدر، عنده الماء، هذا عنده الماء، وجد الماء، ولكن يخاف يمرض، سطور كنا في أيام الشتاء. وما تكلموش على احنا اللي ساكنين في الباطمات وكاين كلش إلى آخره. حتى كي ما كاينش الماء سخون راك في داخل مسكن ولا في الجبل ساكن في دشرة مع البرودة مع كذا، واللي يخاف من المرض، خاف من المرض مع وجود الماء عنده حق باش يتيمم. أو هو مريض أصلا ولكن يخاف من زيادة المرض، يقاد لهلاك ننسى هذه النرني هذه زاد. أو تأخر الشفاء، يقول لك طبيب انت راك مجروح وكذا، لو كان تزيد تستخدم الماء مثلا شفا في يد ربي، ولكن يقدر يقول لك بعلمه، هو خبير بعلمه والعلم نتاعو اكتسبه اكتسابا، الشفاء في يد الله. يقول لك الماء لو كان ديرو على حسب لا سيونس اللي قريتها يتأخر شفاؤك. فلا كما في رمضان بين قوسين، علاش تعرفوا كامل في رمضان؟ إذا كان الطبيب قال لك لو كان تصوم المرض نتاعك يتأخر الشفاء ما تصومش. لو كان يقول لك تمرض انت مريض اصلا لا تستطيع ما تصومش، بالشرط اللي يقول لك هو طبيب مصلي طبيب مؤمن. ما تروحش لواحد خاطئ كاع رمضان هو اصلا ما لا استفكار القيمه رمضان كاين نورمال الدوضه كاين معناتها هذا القدر. والاصل هو الثقه في اي طبيب مسلم عادي، الاصل هو الثقه، لذلك نتعامل بهذا الشيء باش ما يدخلوش الوسواس، الاصل هو الثقه. لذلك في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، مرة في واحد غزوة اسمها غزوة ذات السلاسل، وكان هو الأمير عمرو بن العاص، وبعدين احتلم بالليل وغدوة من ذاك عزوة، وبعدين قال فأشفقت، هو يغضي في مانس يعني بغى يحذر روحه وراه في الغزوة، يحتاج للصحة نتاعو، يحتاج إلى راه في جهاد. قال لك فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. قال خايف لو كان يغتسل بالماء والمكاينة المكاين، قال لك خايف نمرض. قال لك فتيممت، هو يتكلم في هذا الحديث، وبعدين ثم صليت بأصحابي، هو صلى إماما صافي هو بالتيمم وهما بالماء. نتسى عمرو بن العاص يتيمم، أصحابه في هذه الغزوة غزوة ذات السلاسل هما بالماء، توضأوا بالماء، هو صلى بهم بالتيمم. قال لك باش صلى بهم الصبح أخبرهم، شوف لا ترونسبارونس قلت لكم عادي تماما، ما كاينش حاجة مخبية نورمال، يقدر يتيمم ويصلي ما يعرفوا حتى واحد، كاش واحد يقول له ما عندنا حتى جهاز يكتشف، ما كاينش هكذا جهاز شغل سكانير يكتشف شكون اللي تيمم شكون اللي توضا، لا احنا مسلمين نخدموا واش قال ربي ونبي وفرات بدون ما نديروا تحقيق ولا لونكيت ولا الى اخره. هو خبرهم فذكروا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين الصحابه خبروا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في عهده عليه الصلاه والسلام. وبعدين فقالوا يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنوب، يعني أنت على جنابة صليت بأصحابك، يعني بلغوا الخبر. واش قال عمرو بن العاص؟ قالوا يا رسول الله
إني سمعت الله تبارك وتعالى. قالوا سمعت ربي يقول. طبعا القرآن نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا أنا سمعت ربي يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. جابوا الآية هذه. وين جاية هذه الآية؟ راهي في سورة النساء الآية 29. سبحان الله، شوف جت بعد الآية 28. قلت لكم الآية 28 ربي يقول يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. جوست أبري جت الآية 29 ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. عمرو بن العاص يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يسلي غير ربي الناد ونقتري منون. طبعا الآية جت في موضوع الانتحار، السويسيد لا يجوز الانتحار، صح؟ لا يجوز قتل النفس ولا يجوز. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. شوف قيمة الإنسان، النفس البشرية في الإسلام. أبرا واش قال؟ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ربي سبحانه قال ما تقتل غيرك، ما تقتل روحك. ما تقولش أنا حر أنا نقتل روحي، لا يجوز. الآية 29 سورة النساء ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذا عمرو بن العاص قرأ هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم مبررا موقفه. باش واش دار النبي عليه الصلاة والسلام؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ضحك. وإذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم معناه تي كونفيرماسيون، معنى عندك الحق يا عمرو بن العاص، صح؟ خاطر النبي عليه الصلاة والسلام كيفاش يكونفيرمي، كيفاش يأكد؟ إما بلسان المقال أو بلسان الحال. بلسان المقال كأن يقول أصبت السنة، كما في حديث أبي داود الذي شرحناه فيما سبق، أشرنا إليه. فهذوك زوج الصحابة اللي راحوا في السفر، تذكرون القصة؟ واحد منهم تيمم كي وصل وقت الصلاة، تيموا في زوج، صلوا في زوج. من بعد قبل ما يخلص الوقت واحد منهم عود الوضوء وعود الصلاة، توضا وعود الصلاة. والثاني قالوا لا من توضا ما نعود الصلاة. اختلفا. كي وصلوا النبي عليه الصلاة والسلام حكاوا له، لأنه الرسول الله حي صافي لازم يجيبوا من السوس، يجيبوا الموافقة. أزرنا أشو الموقف؟ أمشي سينا ونا كنو نعاود الوضوء ينس، ونا كنتي من كان مزورو وش يعاود الوضوء إنس أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. كي سينا معناه موافقة، معناه قبليت. أصبت السنة بوسط سوا وأجزأتك صلاتك، صلاتك الصحة والساعة وذرة. والسين وين كني يتيمم يظلم بعد اسم يفهمان يغلظ يعاود يظلث إن يسكشيني لك الأجر مرتين. قالوا لك الأجر مرتين. هنا معنى النبي عليه الصلاة والسلام بلسان المقال وافق، فكان ذلك سنة تقريرية. قلت لكم السنة ثلاث أنواع. السنة قد تكون قولية، قد تكون فعلية، قد تكون تقريرية. والسنة التقريرية ما يقوم به أحد الصحابة أو ما يقول أحد الصحابة ويتناءى الأمر إلى سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون حاضرا فيقبله ويوافق عليه، إما بلسان المقال بقوله أو بلسان الحال بسكوته أو ببسمته. صافي ذاك عليه الصلاة والسلام فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. واش قال عمرو بن العاص؟ ولم يقل شيئا. قال لك ما قال والو. معناتها أما كان سيقار بلسان الحال أي متخضمض يقرز يلها. هذا الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد، رواه الإمام أبو داود وغيرهما. ثم نروح السبب الرابع اللي هو الخوف من خروج وقت الصلاة.
يعني راكم رايحين على بالكم باللي المكاينة أو الهيه مثلا من الرجونة ولا من مش عارف راكم رايحين على بالكم المكاين، مي شفتوا الوقت مشى، خايفين يفوتكم وقت الصلاة، تيمموا وصليوا. هذا ما كان. ربي قال في القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولكن السؤال مطروح، هل الوقت الضروري أم الوقت الاختياري؟ ولو الوقت الاختياري عادي. يا أخي الظهر درك راهي الوحدة غير، إذا حكمكم الحال الوحدة ونص مازال باش توصل العصر، مازالكم في الوقت الاختياري. الوحدة ونص، الزوج ونص، 3، هذا كله اسمه وقت اختياري. الوقت الضروري كي يجي قريب الوقت اللي الصلاة الأخرى، ثم كي قريب يلحق الوقت هذا كنقول وقت اختياري. كما ضربكم مثلا المغرب على قداه 6 غير 20 غير 4، يلا كي يجي كي توصل جوهة 5:30 6 غير 25، هذاك هو الوقت الضروري لصلاة العصر. صلي خاطر وإلا يدخل وقت المغرب صافي. إذا حكمك هذاك الوقت تيمم وصلي من قبل ذلك الوقت، ولو كان على 5 ولو كان على 4:30 ولو كان على 4، يا أخي وقت العصر مازالوا على 4 تقدر تيمم وتصلي عادي، ولو كان الوقت اختياريا. بغيت تصلي تحافظ على وقتك صلي، ولكن إذا أردت أن تؤخر يجوز لك تقول بالك نلقى الماء نخلي الوقت الاختياري. لماذا؟ لأن الوقت الاختياري كما يقول الفقهاء في أي جزء أوقعت فيه صلاتك فإنك قد أديت صلاتك في الوقت وهو وقت الأداء، وطبقت قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولكن أفضل أوقات الصلاة هو أول الوقت، هذا يسمى وقت الفضيلة. وقت الفضيلة الذم نصلي مليح ممتاز، هذا اسمه وقت الفضيلة. إذا كان راك موظف وراك خدام وراك تخلي الناس دايرين 45 واحد دايرين لاشين عندك وتقول لهم لا سمحوا لي نروح نصلي في الجامعة، وتجي تريح أنا ساعة و20 دقيقة وتولي شنو هذا؟ شفت التعصب نتاع الناس. الظروف الأخرى أنت حر الله يعينك، كتكون ألاز مرتاح وكذا إلى آخره، تصلي في الوقت. واش دير؟ ماشي واحد يروح يدور في جاردان بيبليك مش عارف ايه ولا واش يدير وكذا يقول خليها بيسك ما كانش شغله عندك وصل، بالك تموت وانت وذمتك مشغوله بالصلاه. لذلك الانسان يبادر الى الصلاه في وقتها، ولكن اصحاب الاعذار والاعذار كثيره المهم لا حيلة مع الله. الخوف من خروج الوقت. شوف الفقهاء جاء واحد العباره حلوه، قال لك لأن الوضوء أصل له بدل، أما الوقت فلا بدل له. هذه خطيرة هذه وحلوة بون. فظليث الوضوء يسعى على رد السكور التيمم، الوقت ما يروح بقى على خير صح. الوقت ولاش قال لك الوضوء أصل له بدل، أما الوقت فلا بدل له. إذا فات الوقت زمان نهار اللي واحد تفوت الصلاة الجماعة أو يعزيوه يقولوا عظم الله أجرك. أنا نتكلم على القاعدة العامة، إذا كان الإنسان ميسر له راه في يسر من أمره. نقولها الكلمة مانيش نعمم خاطر سيكا باركا، كاين في الشريعة ما يسمى بفقه الحالة، وفقه الحالة من صميم الفقه. فهمتوا الإشارة؟ صافي. إذن الوقت لا بدل، ما عندناش خزانة تخبي الوقت. كاين خزاين تخبي القش وتخبي واش خبيت، تخبي الماعن، تخبي الاورديناتور. يعطي لي خزانه ولا كفر فور اللي يخبي الوقت، ما كانش الوقت راح لن يعود. الله يرحمك يا الحسن البصري الله يرضى عليه، قال يا ابن آدم
إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. احنا كاع حياتنا راهي أيام، واليوم ساعات، والساعة دقائق، والدقيقة ثواني، والثواني لها أجزاء، ويفوت الزمن، وسرتو في هذا الزمن اللي احنا عايشين فيه تقارب الزمان. شفيتو نهار اللي كنا نهضروا يجي لون 2000، وراه لون 2000 هذاك حقا، وراه الحق ولا مازال؟ انا رانا 2017، شفت الوقت كيفاش يجري. ذاك يساعدك يفعل الخير، واحد يعمر وقته بما يستطيع من مشاريع خير. وكاين السبب الخامس اللي هو وجود الماء، ولكن قليل، يحتاج إلى الشرب أو إلى الطبخ للإنسان أو للحيوان. خطيرة هذه. كاين الماء، من الماء هذاك قليل نحتاج نشربوه. هو الصلاة عندها تيمم، والعطش عنده تيمم. كيفاش تتيمم يعني؟ العطش لازم له ماء. وباش تطبخ تقول لك المراه في الدار تقول لك يا ولدي كاين غير شويه الماء هذاك نطبخ به ندير به الماكله. ما تقولش زعما انت رجله تقول كيفاه وانتم على كروشكم كذا وصلاه اولى. لا اخويا، هي اللي عندها الحق ماشي انت. يخليها تطبخ للذراري وتاكلوا الطعام وتاكلوا الشربه نورمال، وانت روح ارفد حجره وتيمم على روحك والسلام. هو ماشي غير للإنسان، حتى الحيوان. تقول كاين الماء هذاك نخليه للحيوان يشرب. الحيوان خاطر الإنفاق على الحيوان واجب. إذا أنت تملك حيوان واجب تنفق عليه. نعم. لذلك الفقهاء كيتحدثوا عن النفقة. قال لك النفقة على العباد، تنفق على والديك، على مرتك، على ولادك، وتنفق حتى على الحيوان اللي معك. إلا ما تقدرلوش تخلص منه، إما بيعوا، إما إذا كان هرة كما ورد في الحديث خليها تأكل من خشاش الأرض، ولكن حذاري يكون واحد معاك وتخليه يموت بالجوع، حذاري. لذلك وجود الماء ولكن مع قلته، وهذا الماء يحتاج إليه إما للشرب أو للطبخ سواء للإنسان أو للحيوان. هذا عذر يسمح بالتيمم. الله يبارك. وبعدين فيما بقي من زمان ندخل درك الآن بعض ندخل شوية فرائض التيمم. الفرض الأولى هي القصد، أي النية. الحديث تعرفوه كامل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. والنية محلها القلب. النية ذكول تنوض باللي استيمم ذايا. الفريضة الثانية الصعيد الطيب. قلنا ربي قال في القرآن فتيمموا صعيدا طيبا. الرمل، التراب، الحجر، الزجاج، المعدن كيكون برك على أصلهم يجوز كل ما صعد على وجه الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. شوف رحمة ربي، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ربي أعطى له هدية، قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. اللي راهم درك لقيتوا الزيتون رانا في الشتاء، يلقطوا الزيتون يجي وقت الظهر يصلي، ينزل تحت الشجرة ويتوضا، إلا ما كاش يتيمم غادي كان تراب ويصلي عادي. مسجد الحمد لله عادي. إذن قال مسجدا وطهورا، أيضا طهارة. وهذا شرحنا أيضا في الدرس الماضي. وهذا الحديث الذي سمعته هو حديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم. الفريضة الثالثة الضربة الأولى على الصعيد. كي دير هاك على التراب ولا الحجر كما راه موجود الآن في الجوامع بزوج يدين، هذيك الضربة الأولى هذه فرض. وممكن بالضربة الأولى فرق هذا مثلا، هذا هو الحجر، الضربة الأولى نديرها هكذا، نمسح به وجهي ونمسح به اليد اليمنى واليد اليسرى هكذا. الضربة الأولى وحدة تكفي، هذه فرض. والثانية سنة. لذلك اللي بغى يدي الفرض والسنة يدير الضربة الأولى للوجه، الضربة الثانية لليدين هكا
حصل الفرض والسنة معا. إذن الضربة الأولى هي الفريضة، أما وضع اليدين على الصعيد يعني الضربة الثانية هذيك السنة. الفرض الرابع هو تعميم ظاهر الوجه باش بالمسح، كي كنا نتكلموا على الوضوء نقولوا بالماء من منبت الشعر الفوق إلى نهاية الذقن. هذا بالنسبة إذن هذا هو. ربي قال فامسحوا بوجوهكم. سمعتوا الآية يعني وقد شرحناها قبل حين، بمعنى تمسح الوجه نتاعك كاملا، تعميم ظاهر الوجه بالمسح باليدين هكذا سيني فاس. وإذا درتها بالواحدة تجزي. بوصل لي مرض مسكين راه مكسور ولا يدير هكذا باليد، يدير هكذا عادي اليد وحده. يمي ماشي مكسور، درت هك من بعد درت هك. وبالك راك تمشي في الطوموبيل حذر برك تدير مشاكل. اذا كان تيقن طريق لا عادي وكذا الى اخره تقدر دير هكا بالحجره حطها ويد تحكم الفولوم بعد دير يديك هكذا. هذا لا ننصح به، ولكن لحالات استثنائيه نادره ممكن مثلا واحد باش يلحق الجمعه ولا كذا الى اخره يستثمر وقته بما لا يضر به نفسه او غيره. تعميم ظاهر الوجه بالمسح. إذن فامسحوا بوجوهكم، قلت باليدين وبالواحدة تجزي، والواحدة تجزي. الفريضة 5 مسح اليدين إلى الكوعين ظاهرا وباطنا. معنى تمسح يديك لهنا هذوما الكوعين ذاك ثقيل الفرض مع التخليل بين، ولكن إلى المرفقين سنة صفي. إذا كانت تيممت لهنا صحيح، أنت تيممت لهنا صحيح، ده شو أنت أتي بالفرض بالسنة، هذا مكان معناه حاجة خفيفة تماما. وبعدين الفرض السادس الموالاة بين الوجه واليدين من غير زمن طويل، يعني والزمن اليسير مقبول. بمعنى ممكن تيمم بحجرة واحدة، تتيمم وتعطي لها تعطيها، ماشي تيمم دير وجهك وبعدين تستنى شحال دقائق باش لا لازم كل موالاة بين كما قلنا الموالاة بين الأعضاء المغسولة كي تكلمنا عن الوضوء، والآن تكلموا أيضا الموالاة بين الأعضاء الممسوحة بين العضوين الممسوحين. أما الزمن اليسير فهو معفو عنه يجوز يعني، ولقد تخمض لن ترضى لمدة يعني طويل أطاس غير المسح الوجه أكد المسح اليدين إما إلى الكوعين أو إما إلى المرفقين وذلك السنة. خلاص نكتفي بهذا. الآن في الخاتمة نقول مثلا بعض الأحكام، يعني من هذه الأحكام هل يمكن صلاة فرضين بتيمم واحد؟ الجواب لا. الجواب لا. درك مثلا واحد منا إذا كان عنده عذر تيمم للمغرب وبعدين جاء وقت العشاء يتيمم للعشاء، كل صلاة بالتيمم نتاعها. اتفقنا؟ كل هذا في فقهنا المالكي. هناك من الفقهاء من قالوا لا، من قال أن التيمم يبقى صحيحا مرافقا للإنسان يصلي به جميع الصلوات ما لم ينتقض. ونواقض التيمم هي نواقض الوضوء يضاف إليها ناقض اللي هو وجود الماء. نواقض الأصل نواقض البدل هي نواقض الأصل يضاف إليه وجود الماء بالنسبة لنواقض البدل. يعني ما ينقض الوضوء ينقض التيمم. ثم يمكن يغلظوا، ممكن منكم اللي تيمم اللي توضا من الظهر وراه حاكم الوضوء نتاعو صلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكاين اللي يتوضا العشاء ويصلي به الفجر عادي ما كان حتى إشكال. هذا بالنسبة للوضوء. بالنسبة للتيمم عندنا لا، في الفقه المالكي بمعنى لكل فريضة تيمم، لكل فريضة تيمم. تفهمنا؟ ولكن إذا كان تيممت للفريضة صلي بها ما شاء الله من النوافل، كل اللي يصلي العشاء بالتيمم مثلا وما يروحش يتيمم للشفع والوتر، لا
التيمم هذيك نتاع العشاء يصلي به الشفع، يصلي به الوتر، يصلي به التراويح إذا كان في رمضان عادي. اتفقنا. قلنا عند غيرنا التيمم ما ينقض التيمم اللي هو البدل هو ما ينقض الأصل اللي هو الوضوء، أليس كذلك؟ يعني ما دام لم ينتقض تيممه فيبقى متيمما ويصلي به الصلوات عند غيرنا. ولكن في الفقه المالكي لا، وأكدوا على هذا أمر. حتى بالنسبة لفوائد الصلاة، واحد مثلا يصلي يقضي الصلوات مثلا يصلي العصر والمغرب والعشاء، كي يقضيهم في وقت واحد راه يقضي فيهم هذه مر هذه، لا يتيمم يصلي يقضي صلاة العصر، يرفد حجرة يتيمم يقضي صلاة المغرب، يزيد يرفد حجرة يتيمم ويقضي صلاة العصر. فهمتوا ايش معنى الخير؟ ميم ثظل في فوثن مرت يغرم فافيس اتيغرم ام كل ثظل ستيمم ينس ميلا ذي النوافل من الميقزول ثظل من الفارضة ستيمم هذه الظل نوافل أين كيفها. ما يباح بالوضوء، يعني ما يباح فعله بالتيمم هو ما يباح فعله بالوضوء، بمعنى الصلوات المفروضات والنوافل وصلاة الجنازة والطواف بالكعبة المشرفة. أنعمه يطوف بحول الكعبة وبالتيمم عادي، ويدير كلش، ويدخل المسجد ويمكث فيه ويصلي به صلاة ركعتي تحية المسجد إلى آخر، ويقرأ به القرآن ويمس به المصحف. كل هذا يعني يجوز فعله بالتيمم. فكل ما يجوز فعله بالوضوء يجوز فعله بالتيمم. ثورة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.